باباها كلمها في يوم وهو متعصب جدا عشان يقول لها وبكل بجاحة: أنا مش عايزك في حياتي تاني، انتي ومامتك ملكوش حاجة عندي. بتحكي لينا أحمد الفيشاوي وبتقول إن أول مرة تشوف باباها أحمد الفيشاوي كان وهي 3 سنين، وكل اللي هي فاكراه عنه إن على طول كان في مشاكل بينه وبين مامتها. المشاكل دي كان سببها حاجتين: الفلوس ولينا نفسها. لغاية ما بتكبر لينا، وهنا قررت مامتها هند الحناوي إنهم يسافروا لندن علشان لينا تكمل دراستها هناك. وطبعا كان لازم يقولوا لأحمد الفيشاوي بصفته الرسمية إنه والدها. المهم إنه وافق فعلا بس بشروطه هو، وكان واحد من الشروط دي إن هو اللي يختار لها المكان اللي تروح تدرس فيه. وفعلا سافرت لينا مع مامتها ودخلت المدرسة اللي بالمناسبة مصاريفها كانت غالية حبتين، بس مش مهم طالما أحمد اختارها لها بكامل قواه العقلية، يبقى أكيد يعني هيقدر يدفع لها المصاريف. ويعدي شهر في التاني والدنيا كانت ماشية زي الفل، لغاية ما فجأة بيختفي أحمد الفيشاوي وبيرفض يدفع مصاريف المدرسة اللي هو أصلاً كان شارط عليها إنها تدخلها. وتيجي تسأله: أنت ليه بطلت تصرف؟ يقولك: أصل في مشاكل كتير بيني وبين مامتها وشفتها بتعمل حاجات كتير مش عجباني، وحجج كتير كده كلها ملهاش أي علاقة بلينا، يعني أنت ومامتها تعملوا العملة والبنت هي اللي تحاسب على المشاريع. المهم إنهم فجأة لقوا نفسهم في مكان بعيد ما يعرفوش فيه ناس وحياة غالية، ومدرسة اتفرضت عليهم مش عارفين هيجيبوا مصاريفها منين. يعني الحياة كانت متكركبة على الآخر. طبعا هند وقتها ما كانش في إيدها أي حاجة غير إنها ترفع دعوى قضائية على أحمد علشان تجيب حق لينا القانوني، خصوصا إن كل حاجة حصلت كانت بالاتفاق معاه من الأول، يعني ما فيش أي حاجة حصلت غصب عنه علشان ده يبقى رد فعله. كل اللي حصل ده كوم، ورد فعل أحمد الفيشاوي لما عرف إنه هيتحبس كوم تاني خالص. طبعا الكلام ده استفزه جدا، إزاي يعني يتحكم عليا بحاجة زي دي؟ فقال لك: أنا مش هسمي على حد، وراح مكلم لينا وهو شايط عشان ياخد حقه بقى. فراح جايب لها من الآخر وقال لها: أنا مش عايزك في حياتي تاني. ساعتها لينا ما كانتش عارفة تعمل إيه وما كانتش عارفة تستوعب الكلام. هو امتى اصلا كان في حياتها او حتى مهتم بيها عشان يجي دلوقتي ويقول لها انه مش عايزها؟ لكن اكتر حاجه تضحك بجد ان محاميه الفيشاوي طلعت قالت ان اقامه لينا بره مصر غير قانونيه، وانه يا عيني محروم من بنته بقاله 5 سنين. ده غير بقى انه بيعاني جدا بسبب الكلام اللي بيتقال لينا ومخليها واخده منه موقف. مع اننا لو رجعنا بالزمن لسنة 2003 هنلاقي كلام عكس كده خالص. هنلاقي ان احمد الفيشاوي كان بيعافر بكل الطاقة اللي عنده علشان يثبت انه ملوش علاقة بهند الحناوي، وده طبعا بعد ما هند قررت تقول للاعلام انها كانت متجوزة احمد عرفي وكمان طلعت حامل منه. ده الكلام اللي احمد فضل ينكره سنين وفضل يماطل انه يعمل التحاليل، لكن اضطر اسفا يعملها لانه خاف يخسر الشهرة والنجومية، واللي اثبتت فعلا ان لينا بنته، وفي الآخر اضطر يعترف بيها خوف على نفسه مش أكتر. كل اللي حصل ده خلى لينا تعتبر أحمد مش موجود في حياتها، وبقت مرتاحة ومبسوطة طول ما هو مش موجود، لدرجة إن هي غيرت اسمها على انستجرام، بدل ما يبقى لينا أحمد الفيشاوي خلته لينا فاروق الفيشاوي، وده لأن فاروق كان هو الوحيد اللي بيحبها في عيلتهم. المهم اني مش جايه اتكلم مين صح ومين غلط، ولا افتح مواضيع قديمه، ولا حتى اخد صف حد. انا جايه اقول كلمتين: الجواز والخلفه مش لعبه ولا شكل اجتماعي ولا تاسك انت لازم تعمله في حياتك عشان تاخد النمره النهائيه في الامتحان. يعني من الاخر لو هتثقفوا نفسكم وتعرفوا تبنوا شخصيه ولادكم وتبقوا سند وظهر فعلا، اهلا وسهلا. انما هتخلفوهم عشان توروا الناس انكم جامدين وعملتوا زي ما كل الناس بتعمل، وتجيب عيل تبقى انت والايام عليه، وكمان مستني ان هو اللي يتعب عشان يقرب منك، يبقى وفر مجهودك احسن.